آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في الدوري الألماني فاز نادي بوروسيا دورتموند على نادي أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. خبر عاجل: أعلن ريال مدريد تغريم كل من فالفيردي وتشواميني بمبلغ 500 ألف يورو لكل لاعب، بعدما اعتذر اللاعبان لبعضهما البعض وأبديا ندمهما الكامل على ما حدث، كما قدما اعتذارهما للنادي وزملائهما. وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، يعد النجم التركي كينان يلدز الحلم الأكبر لفلورنتينو بيريز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تتابع إدارة ريال مدريد اللاعب عن قرب بعد المستويات المميزة التي قدمها مع يوفنتوس هذا الموسم. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن غرفة ملابس ريال مدريد تشعر بأن فينيسيوس جونيور هو من يسرب أخبار الفريق إلى أربيلوا. وبحسب صحيفة ذا صن، يرغب باريس سان جيرمان في ضم كريستيانو رونالدو جونيور من النصر، كما يحظى الدون الصغير باهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس. وصرح ليونيل ميسي لاعب نادي انتر ميامي عن موهبة لامين يامال قائلا: من بين لاعبي الجيل الجديد، لامين يامال هو اللاعب الذي يذكرني بنفسي في بداياتي، إنه الأفضل في هذا الجيل لما حققه حتى الآن وللمستقبل الواعد الذي ينتظره.